السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده هنعرف نتائج الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية، وهنتعرف كمان على ترتيب المجموعات بعد انتهاء الجولة الأولى. بلدية المحلة 1، سموحة 0، الداخلية 1، الإسماعيلي 0، فيوتشر 0، الاتحاد السكندري 1، زد 0، طلائع الجيش 1، المصري 1، المقاولين 0، الجونة 3، بنك الأهلي 1، الأهرام 2، فاركو 2، سيراميكا كليوباترا 2، إنبي 0. ترتيب المجموعات: المجموعة الأولى، الأول الاتحاد السكندري معاه 3 نقط، الثاني بلدية المحلة معاه 3 نقط، الثالث فيوتشر بلا نقاط، الرابع سموحة بلا نقاط. المجموعة الثانية، المركز الأول طلائع الجيش معاه 3 نقاط، المركز الثاني فاركو معاه نقطة، المركز الثالث بيراميدز معاه نقطة، المركز الرابع زد بلا نقاط. المجموعة الثالثة سيراميكا كليوباترا معاه 3 نقط، المركز الثاني الداخلية معاه 3 نقط، المركز الثالث الإسماعيلي بلا نقاط، المركز الرابع إنبي بلا نقاط. ترتيب المجموعة الرابعة: الأول الجونة معاه 3 نقاط، الثاني المصري معاه 3 نقاط، الثالث المقاولين العرب بلا نقاط، الرابع البنك الأهلي بلا نقاط. مواعيد مباريات الجولة الثانية: المقاولين الجونة الاثنين 15/1 الساعة 3 مساء، الاتحاد السكندري وبلدية المحلة الاثنين 15/1 الساعة 5 مساء، فاركو زد التلات 16/1 الساعة 3 مساء، سموحة فيوتشر التلات 16/1 الساعة 5 مساء، طلائع الجيش والأهرام التلات 16/1 الساعة 5 مساء، بنك الأهلي المصري الأربع 17/1 الساعة 3 مساء، الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا الأربع 17/1 الساعة 5 مساء، إنبي والداخلية الأربع 17/1 الساعة 5 مساء. طبعا الجولة دي كانت كلها مفاجآت ما عدا ماتش سيراميكا كليوباترا وإنبي، ولكن يعني بطولة قوية جدا، وزي ما انتوا شفتوا مفيش فريق كبير وفريق صغير، الفرق الصغيرة بتكسب الفرق الكبيرة. يا ترى هيفضل الوضع على كده؟ هنشوف تفوق الفرق متوسطة الأداء على فرق قوية، ده اللي هنشوفه الجولات القادمة إن شاء الله. لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة وضغطوا على زر الجرس عشان كل جديد يوصلكوا. شكرا.